طبعا أنا نكي داعس في الرمات الصوتية، وفي برنامج البايلوكس، وفي برنامج البالتوك، وفي أكثر من مواقع. حلو. طبعا أنا مسجون من 13 سنة، ما هو في سجن إني داخل زنزانة ومكلبش، لا، مسجون في 4 جدران لها باب، أقدر أطلع منه لكن القلب مسجون. تقريبا 9 سنوات ما صليت، صلاة هذه ما ركعتها. يجي الشيخ للروم يطلع على المايك، مجرد اني اشوف بس نك ابو عبد الله ولا ابو الخطاب ولا ابو فلان، على طول بان سيرفر. بان سيرفر ما يقدر يتقال لين افك انا. ما كنت ادري في الدين رفعه، ما كنت ادري. 13 سنه احنا مسجون. انا ودي من الشباب الموجودين والعالم الموجوده هنا، شي بالنا يا الربع، ابوي وابوك وبالثاني والثالث عندهم ايميلات؟ عندهم سكايبيات؟ تكلموا. ما عندهم ايميلات صح؟ ولا عندهم سكايبيات صح؟ كانت عقيدتهم وكان حبهم لله اكثر من الاشياء هذه. يا الربع، النت سلاح ذو حدين، والله سلاح ذو حدين. يا انه يسحب كرامتك ويجيب خشبك الارض، ولا انه يرفعك بين الناس. والله انه مردغ خشومنا وخشوم المسلمين والمسلمات. كان عندي جروب يوصل يوميا الى 600 زائر، يعني 600 شخص يستمع لي يوميا، من ضمنهم 140 بنت كانت ترفع كامات وتهتك اعراضهم يوميا على المايك. باسم ايش؟ الحب، الاعجاب، بطلة، يا لبيه. تدرون ليش؟ تدرون ليش البنات يجون؟ طبعا اكثر واحد يخش في قلب البنت ويسولف معها، واعرف ايش مشاكلها. مشاكلها يا اخوانها ما طالعوا فيها، يعني ما حد يعطيها اهتمام في البيت، ما حد يسولف معها. لا ابوي يجي يسمعها يسولف معها، ولا امتي يجي يسمعها، ولا اخواني يجلسون معها، ولا معها شيء. غسلت، كوت، نظفت البيت، قامت تنظف المجلة، خلصت بالمجلة يوم طلع البصر وتبطحت. شيبان ما يدرون ايش التقنية ولا يدرون ايش الموضوع. البنت تقول ميدا انا عندي بحث في جامعة وابغى لي كونكت وابغى لي جهاز. طبعا تسحب ونجيبها، اول حاجة نروضها، ندخلها في قصة حب مع اي واحد من الاشخاص. بعدها تصور، بعد ما تصور تعرض باسم الحب. طبعا هذه نمسكها ارشيف عشان بعدين. طبعا حرب في الشبكة العنكبوتية بين جروب فلان وجروب فلان، والمشكلة ان كلنا مسلمين. ابوي مسلم وامي مسلمة وابو فلان مسلم وامه مسلمة، بس حين يا اخي ندعي ان نقول احنا مسلمين. يا اخي ما انت مسلم وانت ما تصلي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كلنا نعرف الكلام هذا، لكن فين اللي يفكر؟ نروح نهبد ونطلع ونقابل بنات ونروح وفله ويلا ومدري ايش، وطلع البنت الفلانيه والو ها ايش سويت؟ طلعت بطل والله والله بطل. طيب، ويرجع سبحان الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ايش معنى ضنكا؟
ضيق، نكد، كدر. 3. أتحدى واحد منكم يا الشباب الموجودين اللي من اليوم مبسوط في غير دينه وفي غير صلاته. ما أبغى أسأل من اللي صلى عشان صليت توني مال أسبوع، ولا أبغى أقول ميلك، هذه بينك وبين ربك. بس أنا أبغاك تسأل نفسك كذا وأنت جالس تشوفني وأنا أتكلم، أبغاك تسأل نفسك، هل أنت ضامن أن ما أحد من بيتك يخش في نت؟ هل أنت متأكد من اللي وراك في البيت أنهم حامين ظهرك وحامين شرفك؟ أغلبكم بيقول لا، ماني ضامن. تدري ليه؟ لأن حياتك كلها برا. اسمع يا متزوج، ترى أكثر البنات اللي نتعرف عليهم ما نتعرف إلا على المتزوجات. ليه؟ لأنها هي اللي عندها الفلوس، هي اللي تقدر تطلع خطين على بقال العيال. تدري ليه؟ لأنك 24 ساعة برا. تدري ليه؟ لأنك ما تعطي حقوق زوجتك. لو ترجع للوراء أيام الثانوية وأنت في الثانوية وأيام المتوسطة، تحصل شايف صلاة المغرب يصلي وفي البيت، وقهوة وشاهي وتمر وسوالف والعائلة كلها مجتمعة. متى آخر مرة اجتمعت في أهلك؟ متى آخر مرة جلست مع أهلك؟ ما تدري صح؟ ترى أنا مثلكم، والله العظيم أنا مثلكم، ويمكن أخس منكم. بالعكس أنتم ناس تطلعون وتروحون وتاجون وكذا، وممكن إنك تشوف منكر وكذا وتروح. بس أنا 24 ساعة أشوف منكر، ما يمر علي 24 ساعة لين أشوف أكثر من 13-14 بنت. بس مش الله جروب من؟ جروب داعش. وصلت إلى مرحلة إني أقدر أحطم الجروبات كلها بالبنات اللي عندي، أطلق بنات يعني بالكلام العامي، يتكلم بالكلام العامي، أجمل بنات. واللي يقهرك أنهم بنات قبائل وبنات شيوخ. اللي يقهرك إنك تتعرف على أخوانها عشان إيش؟ تشوف إيش وضع العائلة. تطلع في ناس رجال، تطلع في ناس كفو، تطلع في أشياء غير طبيعية. يا الربع ترى داخلنا خير، والله داخلنا خير، بس يبغى لنا واحد يحركه كذا شوي، يبغى لنا واحد بس يحركه. يا أخي أنا انبهرت. أنا بعد ما أعلنت توبتي على يد الشيخ سلطان الله يجزاه خير، الشيخ سلطان يوم أفكر مع نفسي جانا للروم ليش؟ يبغى منا فلوس؟ طلب من حد فلوس؟ طلب من حد خدمة؟ طلب من حد واسطة؟ لا، جاك يوصل رسالة يقول لك اتق الله، والله ما ينفعك لا فلان ولا علان ولا الثاني ولا الثالث. كم خاويت من خوي في حياتك. شوف أخويا المتوسطة باقي معك؟ ما عاد حد منهم معك. أخويا الثانوية باقي منهم حد معك؟ يمكن أغلبهم أو ثلثينهم ما حد معك. أخويا الجامعة ولا أخويا الدوام باقي معك؟ أتحدى. تدري ليه؟ لأن خوتكم ما ينفله، خوتكم مصالح. مجلس تجلس فيه ما تنتفع فيه ما هو مجلس. خوي بياخذك وبيدخلك النار ما هو خوي.
وقلبها في راسك، احسبها مع نفسك لا تحسبها معي. أنا أبغاك كذا تفكر مع نفسك. 13 سنة وأنا أقول يا رجال إيش هذا يا رجال، ما نتقى الله تفكرني على الجينا اليوم الثاني. يعني حتى من قوة العين صرت يعني تدرس دينك، ما هو عشان أنت تستفيد، لا، عشان إذا جاء واحد من المشايخ تقول له لا يا أخي إيش الكلام هذا، إيش الكلام، ما قال كذا، هو قال كذا، وتحرف الموضوع وإلا يمشي على كلامك ولا يبنك. أدينا النصيحة يا رب. والله يا الربع إحنا اليوم ننصحكم، بكرة والله ما حد ينصحكم. بكرة إذا قلت في قبر يا طويل العمر التمحط في قبر مغلنت لحالك، والله ما حد ينفعك، والله ما بنفعك. أنا أعطيتك كلمة وفلان أعطاك كلمة والثاني أعطاك كلمة والثالث أعطاك كلمة، والله ما حد ينفعك. والله ما ينفعك حد، لا مال ولا بنون ولا ينفعك ابن أمه إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني من خاف الله ومن أتقى الله ومن يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين فكيه وما بين فرجيه ما بين فخذيه فقد ضمنت له الجنة. أما الثنتين ذي وعندي. والله ما حد ينفعكم يا رب، والله ثم والله ما حد ينفعكم، لا اللي يسمعوني في الرواد الحين ولا اللي قدامي الحين. والله ما حد نفعني منكم، حد نفعني وانا 13 سنة حد جاني منكم قال ميدي يا فلان اتق ربك اشتع على وجهك. يا أخي كم من أعراض تطلع ما تدري، يمكن أنت ترفع يوم تطلع بنت عمك، تعرف بنت عمك ما تعرفها، تطلع بنت عمك على المايك، والله شرف كبير لكن بنت عمك على المايك ما شاء الله، شرف كبير فلانة بنت فلان على الكام. والله بنات أقسم بالله تهتك أعراضهم بالتهديد. نسمع نشوف نسكت ما نقدر نتكلم. ليه؟ ما حد قال هذا حرام ولا هذا حلال. على ما قالوا أعطى جوه في الأمة يا شنف، وجاك ذاك وما حاط قروبك، تجي اليوم الثاني وترسل عليه بنتين. شوف التفكير، ترسل عليه بنتين عشان يقابلونه في السكاي، يطقون كاماتهم، يصورونه ويصورهم. طبعا انت ما حالك شيء انت صاحب القروب، لا انت ملك، انت تعتبر ملك، ما في شيء حالك. التدنيس في اعراض المسلمين. من هم المسلمين هذول؟ انا، انت، اختي واختك، والله ما حد ينفعك. شوفوني عليك وين يا اللي هناك يا اللي في الاخير. والله ثم والله لا عزة إلا بالدين، والله لا عزة إلا بالدين. وأقسم بالله يا الربع إنهم دقوا علي يوم الأربعاء هذا قالوا لي يا داعش تعال جدة، تعال الشيخ موجود والشباب موجودين. والله ما أملك إلا 100 وتقريبا 13 ريال 114 ريال، ما أملك إلا هي. سبحان الله، والله ما خليت ساعة. 5000 تذكرة رايح جاي، أوضاعي تعدلت. لي سنة ما كلمت أمي، وسنة ما كلمت أبوي، وسنة ما كلمت ولا واحد من أخواني، واللي يكلمني من أخواني يقفل في وجهه. ليه؟ تكبر. خلاص وصلت لمرحلة الجبروت. بنات على القفا من الشيء عندي، سيارات أخوياي المشرفين والإدارات والأدمية اللي عندي يعطوني سياراتهم. ليه؟ بيدفع من وراي، يعني بالعربي نظام قواده. فهمت النظام؟ نظام قواده.
والله يا الربع، والله ثم والله ثم والله ما ينفعكم أحد. شو أنا أتكلم الحين قدامكم، أنا أتوب لله. أنا ما جيت تكلمت، أنا المرة اللي راحت في شو اسمه، في الدرس اللي راح رفضت إني أنا أتكلم، خوف إنه يخشني رياء أو إني أطلع قدام الناس ويقولون هذا مرائي. لكن والله ما تكلمت إلا أعرف إن اللي عندي عندك. أتحداكم إذا أنتم مرتاحين للحين، شو تطلع وتروح وتفل وتسكر ومدري إيش، وكلنا كنا نسكر. أنا قبل ما أخش هذا المكان، المرة اللي راحت اللي دخلت فيها هذا المكان كنت سكران، وكانت معي بنتي، وكنا نفرض والتماشي والأغاني على خير طيب. والله ما ينفعك حد، والله ما ينفعك. أي لذة تحصلها، أي لذة محرمة تحصلها هنا، والله ثم والله ثم والله ثم والله أنها تنقلب عليك نكد وهم وكدر، وانت تجرب وتشوف. الله يوفقكم إن شاء الله. ومن خاف الله، والله من خاف على عرضه وعلى أهله، والله إني خاف على بنات الناس. واللي ما يخاف على عرضه وعلى أهله، والله ما يخاف على بنات الناس. واحسبها في راسك وقلبها. أنا من الجنوب وأنت من جدة، يمكن ما تعرفني ولا أعرف، حتى لو أقول لك اسمي الرباعي ولا الخماسي وأجيب لك رقم الحفيظة كاملة ما تدري مني، ولا من أي قبيلة ولا من فين ولا إيش الدم اللي بيني وبينك. أنا يربطني بيني وبينك دم أمة محمد، أمتنا اللي فيها خير، أمتنا اللي فيها خير. لك ما جزاك الله خير. اسال الله عز وجل لنا ولك الثبات. حقيقه كلام من القلب الى القلب، واحنا محتاجين هالكلمات الصادقه